من بيريا حردان كرة، ومن بهنا حردان كرة وشنقال. أنا كوفان عيدو خرتو، أنا يزيدية من قرية سنجار، من حردان، قرية حردان سنجار. أمي اسمها زيري خلف فيرو. أبوي عيدو خرتو فرج. عندي أخ واحد وإحنا 4 بنات. مو طلعنا إحنا، يعني أخويا كان برا، كان يشتغل عامل هو بدهوك، كان مو ويانا، ما طلع ويانا. إيه، فمن طلعنا لحد الآن يعني ما عندنا تواصل وياه أبد، ما ولا نعرف شيء عنه أبد. فش اسمه احنا يعني من وراء الدواعش، يعني طلعنا احنا كلنا طلعنا ومن نص الطريق لزمونا الدواعش. ايه، ودونا بحدود سوريا. احنا حطونا مدرسة، يعني 9 أيام ظلينا كل من يعني ويا اهله، يعني ظلينا ورا 9 أيام جابونا باصات وصعدونا بيهن وطلعونا، يعني فرقونا من اهاليتنا احنا، يعني الولد واحد وزلم واحد ونسوان واحد وبنات واحد. ايه، احنا ودونا على الموصل. احنا حطونا بالموصل، حطونا ببيت يعني كبير. إيه، فش اسمه فرقونا، وبعدين يعني من الموصل من 9 أيام ظلينا ب9 أيام بالموصل. احنا ظلينا ورا 9 أيام همينا ودونا، فرقونا يعني كل من بجهه يعني صار. احنا ودونا على تل عفر، ودونا على تل عفر وش اسمه مناك، يعني همينا ظلينا تقريبا 5 أيام هيج. وجاني واحد داعش، اسمه هو داعش من عندهم، جاء أخذني ووداني بمضافة. أنا وحدة وياي همين يزيدية. ودونا حطونا بمضافة، حطونا واغتصبونا هناك. إيه، ورا ما يعني يغتصبونا وكمل وداني يعني، وهي ما ادري وين راحوا بيها هذيك، وأنا وداني على أهله هو. إيه، همين ظليت ويا أهله تقريبا هيك 5 أيام، هيك 6 أيام أنا ظليت ويا أهله. وبعدين انطاني الغيرة هي يعني بالليل، هو الساعة 8 هيك تقريبا انطاني الغيرة. هو همين أخذني حطني بالموصل. همين ظليت أنا بتته هناك بالموصل. ثاني يوم الصبح همين هم الدواعش أخذوني ودوني بالفلوجة. من الفلوجة همين باعوني، انطوني الواحد الوالي هو يعني أخذني، أبو جعفر اسمه، وهمين اغتصبني هو. وظليت وياه همين تقريبا هيك سنة سنتين ظليت وياه أني. بعدين باعني الواحد أبو رضوان. إيه، هو اشتراني وظليت وياهم أنا تقريبا هيك 8 أشهر أنا ظليت وياهم. أول واحد زوجني أبو حذيفة الكرخي، أو هو اسمه أوس ياسين محمد. إيه، وخلفت يعني وليت منه أني. إيه، بعدين يعني شو اسمه بآخر شيء يعني وداني على صديقتي يعني، وراح على الصحراء. من راح على الصحراء يعني بعد ما رجع انقتل هناك. إيه، وبعدين يعني ورا يعني أنا تزوجت همنا يعني أبو آسيا، هو زوجني بس يعني ما عشت ويا كوما أني. إيه، طلقت أني منه. ورا جيت على المخيم. إيه، زوجني أبو شو اسمه عثمان عبد اللطيف، أبو علي لقبه، هو زوجني. واخير شيء شو اسمه همينا طلع على تركيا. عشت وياه تقريبا سنة وهيك سنتين تقريبا عشت وياه، وطلع على تركيا. يعني من 2020 طلع هو على تركيا. أنا طلع من المخيم تهريب. وبعدين يعني كنا بيد دواعش يعني همينا يعني من مكان المكان، وبهدلونا واغتصبونا وفرقونا من أهاليتنا. فالحمد لله يعني هسه يعني الحمد لله يعني رفيقاتي اللي يبهشة يعني حرروني الحمد لله، وأنا مرتاحة الحمد لله. إيه، من أخذونا يعني كان عمري ب14 سنة، ب2014. إيه، كنا بالباغوس. إيه، كنا بالباغوس وجينا على المخيم 2019 جينا على المخيم. صار لي تقريبا من 2019 إلى هسه 2024 يبيعون بينا يعني من واحد لواحد، وبهدلونا ويقتلون بينا وفرقونا من أهاليتنا، واللي ما يسلم يعني يقتلوه. وبهدلونا يقولون أنتوا سبايا وأنتوا كفار. من أخذونا من 2014 يعني لزمونا أخذونا. أني يعني نسيت لغتي، أني اللغة مالتي نسيتها أني. يعني كنت أحكي يعني أمثل يعني اللغة مالتي، يعني مو كنت أحكي عربي مصر بيديهم، يعني اللغة مالتي نسيتها أني. إيه، فإن شاء الله يعني هسه يعني فتحت حياة جديدة إن شاء الله، وراح أقوم أحكي يعني لغتنا، راح أحكي الحمد لله. من أخذونا لحد الآن ما أعرف شيء عن أهلي أبد، ولا تواصل وياهم يعني أبدا، من فرقونا لحد الآن.
وكان اخواتي يعني وياي اثنين همين فرقوني من اخواتي، بعدين حطوني ويا بنات عمي همين فرقوني من بنات عمي. ايه والله بهدلونا، وان شاء الله راح ارجع على بلدي ان شاء الله واشوف اهلي ان شاء الله. واسماء اولادك شو؟ الولد والبنت اساميهم هون. ايش اسمه؟ ايمن. ايمن وعيناه. عيناه، الله يخليهم لك. الله يسلمك. يكونوا معك دوم، يكبروا هيك ضمن حياة آمنة ان شاء الله، ما فيها قتل، ما فيها اغتصاب، ما يعيشوا نفس الواقع اللي انت عشتيه وعانيتيه. ايوه الله دمروا حياتنا. النفسية شو يصير بها نفسية؟ يعني انت من واحد لواحد يبيعونه مثل الغنم، والله كنا يبيعونه من واحد لواحد. ايه يضربوكم ضرب. ايه من اخذني يعني هذا ابو جعفر من اخذني شو اسمه ما قبلت اني، ما قبلت عليك واحد يطبل على شرفها ما قبلت، يقتل بيا كم يقتل بيا والله بالهاي باللي هاي عقال. ايه يحطوها. ايه ايش قد كان اكبر قتلني؟ ايش قد كان كبير عمره؟ هو كبير كثير. ايه عنده شو اسمه 6 نسوان. اي والله واني اخذني بظل عشت وياني سنتين عشت وياه. والنسوان واذا ما اقبل يجي علي، اذا ما اقبل يقتل بيا. ايه والاخير شيء يعني انا بنيه اني وبعدني صغيره يعني بعدني صغيره وبنيه اني شلون تنام وياي. ايه بس اللي ما تسلم وما تقبل يعني على الاغتصاب يقتلوها. ايه يقتلوها. وهو قال لي اذا ما تقبلي يعني انام وياك اقتلك، احط طلقه براسك وادفنك بالحديقه، ما عندي مانع. يقول مو بالرقه، من الفلوجه. من الفلوجه جيتي على الباغوس؟ لا من وين اجيتي على الباغوس؟ الفلوجه على الهيت. لما شفتي انه بالباغوس كان في حرب، كان في حمله مشان تحرير الباغوس، خاصه مشان النساء الايزيديات، مثلا وقتها ما فكرتي انه تجي تسلمي حالك تقولي انا ايزيديه مشان يحرروكي؟ لانه بحمله وقت باغوس كثير نساء ايزيديات اجوا لعنا وتحرروا ورجعوا على عجل شنغال. ليش انت وقتها وين كنتي؟ ما اجيتي ما فكرتي انه تجي؟ جيت ويا عائله اني كنتي معاهم. إيه؟ هن ما خلاكي يقولوا ولا شو؟ حتى من جينا على المخيم شو اسمه هن قالوا لي احكي وياهم هيك وهيك قولي لهم. ايه مشان ما تقولين الحقيقه. ايه قالوا لي هيك وهيك تحكين وياهم من تروحي يعني. ايش قالوا لك؟ قالوا شو قولي انت من وين وهيك؟ ايه علموني. شو قلتي لهم بالمخيم؟ شو اعطيتي اسماء؟ اسمك؟ اسمي هو اسماء حسن فارس. من وين؟ اسماء حسن فارس. ايه وقالوا لي انت منين؟ قلت لهم اني من بغداد. كان عندك امل انه شي يوم تخلصي منه تتحرري؟ ايه كنت تفكري ايش يعني؟ كنت يومية يعني احلم يومية اشوف يعني احلم اشوف رؤيات عن يم اهلي يم اخويا. اقصد اخير رؤية شفتها اني إيه شو اسمه عمي بالطيارة نزل علي واخذني اني وحتى جعلي وياي اقسم بالله واخذني. هاي اخير رؤية شفتها، رؤية يعني حلم. ايه واخوكي؟ كنت يومية اشوفهم يومية سبحان الله يومية اشوفهم. واخوكي ايش اسمه؟ إيه دلشاد. دلشاد. كان عندي يعني امل يعني اطلع. اليوم حلمك تحقق؟ ايه بايد يفجة وحدات حماية المرأة حرروكي؟